السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة، بوكلت اللغة الفرنسية النموذج الأول. هنبدأ كده نبص عليه بشكل سريع. بيديك شوية تعليمات، بيقولك عزيزي الطالب اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته. أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال بدون إجابة، مع العلم أن السؤال رقم 26 والخاص بالتعبير تقوم فيه باختيار موضوع واحد من بين الموضوعين A أو B للكتابة فيه. هيديك موضوعين أنت تختار واحد ما بينهم. عند إجابتك للأسئلة المقالية أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال. يعني هو مثلا مديك هنا 4 سطور، ما تتعداش المساحة دي. عدد أسئلة الكتيب 29 سؤال. عدد صفحات الكتيب 17 صفحة. تأكد من ترقيم الأسئلة تصاعديا ومن عدد صفحات كتيبك، فهي مسؤوليتك. زمن الاختبار 3 ساعات. الدرجة الكلية للاختبار 50 درجة. بيبدأ هنا يديك أول سؤال، برضو بيكون عبارة عن باراجراف وبيديك عليه شوية أسئلة. اللي عايز برضو ينقل الأسئلة دي أنا هبدأ أحرك كده ببطء، ممكن توقف برضو الصورة وتنقل السؤال، وإن شاء الله هنزل إجابة الأسئلة دي. بس شوية، أنا ببدأ دلوقتي أجمع في الإجابات إن شاء الله. كويس إن الوزارة برضو منزلة لنا نماذج بدري نقدر نحل ونغلط وندور على الإجابة النموذجية، فدي حاجة كويسة جدا. يا ريت اللي يشوف النموذج ده يحله مرة واتنين وتلاتة، وإن شاء الله هننزل النموذج التاني والتالت. يا ريت نمشي إيدينا على الأسئلة دي عشان إن شاء الله نخش الامتحان نبقى واثقين من إجاباتنا. ده طبعا تترجم الفرنساوي. كده بوكلت الفرنساوي خلص. ان شاء الله استنوا الاجابه بتاعته، هنزلها قريب. وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.